تمكن عشرات المتظاهرين العراقيين الخميس من اقتحام مقر السفارة السويدية في بغداد احتجاجا على إحراق نسخة من القرآن الكريم من جانب عراقي مقيم في ستوكهولم بحسب وكالة فرانس بيرس. ولقي المتظاهرون المناصرون لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في السفارة السويدية لنحو ربع ساعة، ثم خرجوا بهدوء لدى وصول قوات الأمن وفق المصدر. وقالت وزارة الخارجية السويدية في بيان إنها على علم بالإحداث وأن موظفي سفارتها سالمون. وجاءت التظاهرة استجابة لدعوة الصدر الزعيم الشيعي الذي يحظى بشعبية كبرى في البلاد، والذي دعا إلى تظاهرة إخرى الجمعة بعد صلاة المغرب تزامنا مع دعوات للتظاهر من جهات أخرى. ودنا الصدر والحكومة العراقية التي لا يشارك فيها التيار الصدري ما قام به سلوان موميكا، وهو لاجئ عراقي في السويد، أحرق الأربعاء بضع صفحات من نسخة من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم. شابت الحكومة العراقية العمل غير المسؤول والعنصري، واستنكرت وزارة الخارجية الإذن الذي أعطته السلطات السويدية لمتطرف بحرق نسخة من المصحف الشريف. ورفع بعض المتظاهرين أمام السفارة السويدية ببغداد منشورا كتب عليه: دستورنا القرآن وقائدنا الصدر، باللغتين الإنجليزية والعربية. كما أحرقوا أعلام قوس قزح التي ترمز إلى مجتمع الميم، وذلك استجابة لنداء مقتدى الصدر الذي رأى في ذلك أفضل طريقة لاستفزاز الذين يدعمون أو يدافعون عن حرق القرآن. وكتبوا أيضا على بوابة السفارة السويدية: نعم، نعم للقرآن. وقال المتظاهر حسين علي زيدان البالغ 32 عاما لفنسبرس إن مشاركته في التظاهرة هي نصرة للقرآن الكريم وطاعة لسماحة الصدر. وأضاف: نطلب من المحكمة العراقية أن تسحب الجنسية من هذا الشخص لأنه لا يمثل العراق. وسمحت سلطات ستوكهولم للاجئ عراقي يدعى سلوان موميكا بإحراق نسخة من المصحف بالتزامن مع احتفال المسلمين بعيد الأضحى المبارك. وأظهرت مقاطع فيديو مستفزة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم لحظة قيام الملحد سلوان موميكا بدس المصحف الشريف وركله بقدميه وحرق القرآن أمام أكبر مسجد إسلامي في ستوكهولم بحماية الشرطة بعد صلاة عيد الأضحى.